السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل مع بعض سلسلة ما تشيلش هم الخشونة، وهنتكلم النهاردة عن طرق تشخيص مرض خشونة المفاصل. زي ما هنتفق بعد كده في الفيديوهات بتاعتنا، هنحط قاعدة للتشخيص ان التشخيص اهم حاجة فيه هو الصورة الاكلينيكية للعيان والتاريخ المرضي اللي بيقول، ودي حاجات ترجع للطبيب لما بيسمعها بيقدر يفسر او يقدر يقيم ده خشونة ولا حاجة تانية من من الامراض الروماتيزمية او اسباب اخرى من اسباب التهاب المفاصل. طيب، عشان نعرف يعني ايه التهاب لازم تكون عارف ان الالتهاب ده معناه ان المفصل وارم او احمر، ومعدل الحركه بتاعته قليل او متغير عن معدل الحركه المعتاد. وده قد يحدث احيانا في الخشونه اذا كانت زايده شويه او اذا كان معاها ترسب ملحي في المفصل، وده بيبان طبعا في الكشف السريري، وطبعا العيان بيحسه لما بيبقى جاي بيه وعارف اذا كانت ركبته وارمه ولا لا، او درجه حرارتها متغيره، او معدل الحركه بتاعها متغير ولا لا. ده الدور الاكلينيكي. بعد كده يجي دور التحاليل. مفيش تحاليل مهمة قوي في موضوع الخشونة، لكن الأهم منها هو التصوير بالأشعة، والأشعات ليها أكتر من نوع. قد تكون أشعة عادية وبنعملها للعيان وهو يفضل أن يكون واقف، لأن ده بيخلي الحمل على المفصل بدرجة أكبر من أو درجة زيادة شويتين، فنقدر نقيم المفصل بالشكل الصحيح. وبعد كده يجي دور أو ممكن يحل محله سونار المفاصل. السونار بتاع المفاصل زيه زي السونار اللي بيتعمل في البطن أو استخدامات الموجات فوق الصوتية بقت كتيرة جدا في الطب دلوقتي، ومن ضمنها سونار المفاصل. لما بنحط السونار على العيان وهو على السرير في نفس الوقت، ده بيوفر الوقت وبيقلل كمان التكلفة شوية على العيان، بدل ما يطلع من العيادة ويروح يعمل أشعة ويضيع منه وقت وغيره. ممكن بيعمل سونار المفاصل وهو على السرير، بنقدر نشوف بيه شكل المفصل من جوه ونحدد فيه بعض الخواص، نقدر ساعتها نحدد سبب الالتهاب أو سبب التغيير بتاع شكل المفصل وايه هي التغييرات ديت، ونقدر نحدد بيها طرق علاج على حسب العيان وعلى حسب حالته. وده بإذن ربنا في الفيديو القادم نقدر نقول لحضراتكم ايه اهم طرق العلاج في الفيديوهات القادمة.